العراقيين معروفين بهذا. احنا اخوه اكيد وكنا اولاد تسعه. اكيد. طبيعتنا احنا تختلف على من نراه شخص طايح. احنا اول العباد اللي ناخذ قال انتم العراقيين هذا هو ما هو الموضوع قدام العالم. قال انتم تمسكون السلفيه تحرقون لحاياهم. قلت له انا 4 سنوات صار لي في تونس. قال احنا حبينا نحرركم من الطغاة. قلت له اخرج لبرا. فما عباد قالوا له اخرج. سبني مسبات عن النادي له اللهم اني صائم. اقول له انت صايم وتدعي بالدين؟ هاي الساعه خرجت دزيته. فما شكون كتفني وهو ضربني ببالة حديد. ببالة حديد. ايه ضربني منه لهنا الضربه جات. ضرب لي شبكيه. الشبكيه تخزر بها عينيك ولا؟ لا يعني عينيك اليمين ما تشوفش بها بكل والله شيء. شكيت بيه هذا؟ شكيت فيه ما عملوا له شيء بصراحه. ماهوش في الحبس؟ ماهوش في الحبس. الله الله. تو قبل نهار قالوا لي عباد ابوه يحب يهرب للجزائر. هذا كله على خاطرك شنو يعني؟ على خاطر انا عراقي وفكرني شيعي وانا بعيد عن الدين والسياسه. يا سيدي افتراضا انت شيعي ولا سني ولا درزي ولا مسيحي ولا اللي تحب، ما دخلوا السيد هذا فيك اصلا؟ سي علاء فما عباد يتوقعون من يدخلوا لي للحانوت ويقولوا لي انت سني ولا شيعي، يشري من عندي نقول له مسلم. والله سي علاء قسما بالله ويشهد ربي وانا في ضربه وراحت عيوني. في العراق عقود من الزمن السنه والشيعه تعايش. انا والدتي كرديه شيعيه جعفريه. مجتمع العراقي 60% مجتمع معناتها تقريبا شيعي، معناتها بين سنه وشيعي، و30% شيعه في العراق. 60 شيعه والبقيه هم السنه والمسيح والأكراد ولكن متعايشين. والله متعايشين. اللي يدخل لي للحانوت مثلا يعرفني عراقي يقول لي انت سني ولا شيعي، يعيد لي اياها. يعني حيدر الحمد لله. امك شيعيه كرديه هكا، والدي سني. شوف ها نموذج للتعايش. صدام يسموه. هذا نموذج للتعايش في المجتمع العراقي. يعني شيعي كردي وسني ويعيشوا مع بعضهم فرد عائله وتزوجوا وانجبوا اولاد، معناتها ما فيش حتى مشكله. لا. شنو المشكله مع مرتك بالضبط؟ سي علاء يعني تعبت هنا، تعبت برشا يعني. حبيت نرجع لبلادي معزز مكرم وحالتي الحمد لله والشكر. نخدم اللي يجي ما نطلب منه. ما جاوبتيش على السؤال. مشكلتك مع زوجتك شنو؟ وانا هاي اللي المشكله. انا حبيت نستدعيها. لا مشكلتك معاها شنية؟ ما قلتلكش علاش استدعيتها. ما عنديش مشكله معها. شنو المشكله مع زوجتك؟ انا نحب نهبطها للعراق. انت تحب تهز مرتك للعراق؟ ما عندي مشكله معها. لكن انت ما خذيتش عراقيه، راك خذيت تونسيه. مو اني برضاتها، انا ما نغصب عليها. يعني جمله ما نغصب عليها. هي موافقه انها تمشي العراق ولا؟ سي علاء اني تركت الدنيا كلها مشانها وجيت لهنا وتبهذلت، وهي المشاكل اللي صارت عندي هنا ايمان حبيت ناخذكم ونروح لبلادي. كيفاش نرجع؟ خير لان مريت الخير هنا. وين كيفاش نرجع معك يا حيدر؟ انت مصر على السفر للعراق؟ انا مصر طبعا مصر. بدونها او معها؟ المشكله سي علاء واحد يسيب. احنا عندنا طبيعه عيب، يعني هي تكون عرضك وشرفك وفوق كل هذه ابنك بحذاها. يعني لا حول ولا قوه. سؤالي ليك هنا يمكن عندهم سهله. واضح. سؤالي ليك مدام، يفتح هذا الستار على اساس طلب زوجك تغادر مع زوجك للعراق انت وولدك؟ ما نجمش عليه.